السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. البنات كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير بصحه جيده. مرحبا بكم معايا اليوم في فيديو جديد. غبارت عليكم الصراحه ياك. المهم ان شاء الله غادي نبداو على بركه الله. غنحضر معكم اليوم واحد الطواجن ديال السردين بالرز. كيجي الصراحه زوين، كيجي لذيذ، نتمنىكم تجربوه. غادي نبداو على بركه الله. عندنا هنا واحد جوج مطيشات اللي حكيتهم، وعندي هنا واحد المطيشه اللي قطعتها على هذا الشكل بالقشره ديالها، وعندي هنا القزبور ومعدنوس والثومه اللي قطعتهم، وعندي هنا واحد الكميه من السردين، وعندي هنا الرز اللي سلقته في الماء والملحه شويه ديال الزيت كيف ما كتشوفوا على هذا الشكل. تخلوه حتى كيطيب نيت. غادي نبداو على بركه الله. غادي ناخذوا هاد القزبور ومعدنوس والثومه، غادي نزيدوهم على هذا الرز، كما كتشوفوا. وغادي نزيدو المليحه، صراحه الطاجين كيجي لذيذ والعائله ديالكم كيجي رائع. غنزيدو شويه ديال الزيت البلديه، وغادي نبداو نضيفو التوابل. غادي ندير واحد المعلقه ديال التحميره، واحد المعلقه ديال السكينجبير. المهم غادي نديرو التوابل كلهم. غادي ندير واحد ربع معلقه ديال الابزار، وغادي نديرو الخرقوم حتى واحد المعلقه صغيره، كاع التوابل معلقه صغيره. وغادي نضيفو واحد نص معلقه ديال الكمون. عارفين الحوت كيبغي الكمون. صافي غادي نزيدو واحد شويه ديال الحامض، غادي نعصروه كما كتشوفوا على هذا الشكل. صافي وغادي نبداو نحركوا هذا الرز حتى تدخل فيها التوابل مزيان. بعد ما حركنا كيف ما كتشوفوا حتى دخلت مع هذيك التوابل، غادي نخليوه على جنب. وغادي نجيب واحد الطاجين كيف ما كتشوفوا. غادي نخوي في هذوك جوج ديال المطيشات اللي حكيت على هذا الشكل، وغادي نزيد عليهم هذيك المطيشه اللي قطعتها بالقشره ديالها، وغادي نضيفوا عليها الزيت البلديه. غادي نزيدوا ليها مليحه، وغادي نزيدوا ليها شويه ديال الابزار. من بعد غادي نشعلوا ليها البوطه، وغادي غادي نزيدوا ليها واحد نص معلقه ديال مركز الطماطم، وغادي ندوه فوق البوطه حتى يتشحر. عاد غادي نرجع معكم. من بعد ما خلينا الطاجين كيتشحر فوق البوطه، دابا غادي نرجعوا نكملوا الطريقه. عندنا هنا الشرموله اللي قدينا، غادي ناخذوا السردين على هذا الشكل، وغادي نبداو نعمروه بهذا الحشوه. غادي ناخذوا السردين، غادي نديروا واحد الكميه ديال هذه الحشوه بحال هكذا كيف ما كتشوفوا معايا. وغادي ناخذوا السردينه الثانيه وغادي نسدوا عليها بحال هكذا كيف ما كتشوفوا على هذا الشكل. نحاولوا نعمروا مزيان لان هذه الحشوه كتجي رائعه الصراحه.
وغادي ناخدو السردينه الثانيه وغنسدو عليها بحال هكا على هذا الشكل. كما كتشوفوا غنسدو عليها. وغنستمروا في الكميه على هذا الشكل حتى نساليو، من بعد غادي نرجعوا باش نستفوهم في الطاجين. من بعد ما ساليت السردين ديالو وعمرته كيف ما كتشوفوا على هذا الشكل، ما شرحتش لكم واحد القضيه على حساب السردين، راه كنغسلوه عادي وكنقيوه من حيدوا ليه السلسول وكنحيدوا ليه هذا اللي كيكون الفوق هذا، كنحيدوا ليه داك السليسيل صافي وكنغسلوه وكنديروا فشي كاس قطر عادي. الغسيل ديال السردين راه كلشي كيعرف ليه. من بعد دابا الطاجين ديالنا هو كيتشحر، شحرات لينا هذيك المطيشه كما كتشوفوا. دابا غادي نبداو نستفوا السردين ديالنا على هذا الشكل، نبداو نهزو غنحطو بحال هكذا على هذا الشكل بطريقه عاديه على هذا الشكل، وغنبداو نستفوا في الطاجين ديالنا حتى نساليو. من بعد غنرجع من بعد ما ساليت الستاف ديال الطاجين ديالي كيف ما كتشوفوا استفتو صافي. بقات لي ديك الحشوه ديال الروز، درتها بحال هكذا بيديا، جمعت هذيك الحشوه ودورتها بالطاجين استفتها كيف ما كتشوفوا على هذا الشكل. الصراحه راه كيجي لذيذ. غادي ندير واحد الخويط ديال الزيت البلديه صافي، وغادي نخليوه يطيب نتلاقاو من بعد ما يطيب الطاجين. وهذا هو الشكل النهائي ديال الطاجين ديالنا ديال اليوم كيف ما كتشوفوا معايا. صراحه كيجي زوين ولذيذ، نتمنى يعجبكم وتجربوه وتدعموني في القناه ديالي. لاول مره كتشاهد القناه ديالي دير ابوني، متنساونيش بلي لايك ديالكم وتدعموني باش نبقى نحط لكم جديد الوصفات ان شاء الله. نتمنىكم تجربوا الطاجين وتردوا عليا في الكومونتير، متنساونيش بالتعليقات ديالكم اللي كتحفزني. الى فيديو قادم ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.